السوشيال ميديا كلها خلاص انت الترند النهارده، انت النهارده وامبارح وممكن تبقى بكره كمان الترند ان محمد صلاح غير متضامن مع القضيه الفلسطينيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه على السريع. النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي الدنيا كانت هايجه شويه وقامت وما قعدتش بسبب محمد صلاح. انا عن نفسي ماشي اتحفظ، عندي بعض التحفظات ودي هقولها في الاخر، ولكن خليني في الاول ابدي الاسباب اللي الناس كانت زعلانه منها بسبب محمد صلاح، وهو عدم دعمه للقضيه الفلسطينيه. كلنا عارفين ما فيش حد في العالم كله دلوقتي ما يعرفش الحرب على غزه من قبل القوات الغاشمه، قوات اسرائيل. طبعا تضامن في المواقف اللي زي دي، بيتضامن معها النجوم والمشاهير والكبار ورجال الأعمال. ممكن بتويته، ممكن بمنشور على صفحته، ممكن بتيشيرت يلبسه، بعلم يرتديه لدولة معينة يعبر بيه فقط. هو يعني محمد صلاح مثلا مش الناس مش بتطلب منه ان هو يروح يجاهد او يحارب او يمسك RPG او آلي او يروح يحارب في فلسطين، لا، لكن التضامن معاهم. هم عايزين يحسوا ان هو متضامن معاهم، وخاصة ان ده فخر العرب، كل الناس بتحبه. انا بقى عتابي عليه ان يا محمد يا صلاح، انت الناس في غزة اللي هي اندكت دلوقتي، لو تروح هتشوف الناس رسم صورتك على الجدران، رسم صورتك حتى على الارضيات، في كل مكان بيسمعوا لك كل ماتش، معتبرينك فخر للعرب، معتبرينك علامة كبيرة ليهم، بيحبوك جدا من كل قلبهم، وانا كمان متأكد انك بتحبهم. وعلى فكرة يا جماعة، عشان برضو نبقى على الحياد، انا ربما في أسباب أخرى تمنع محمد صلاح من عمل ده. يعني زي ما نقول الحاجات السلبية خلينا نقول الحاجات الإيجابية، ربما يكون في بنود تنص على ذلك في العقد، أو خلينا نتكلم بالبلدي كده، باللغة اللي الناس تفهمها. ممكن يبقى في حاجات في العقد مكتوبة تنص على إن السياسة ملهاش أي دخل في الكورة، أو والدليل إن موقف النني مثلا، طبعا الملايين انبسطوا من النني لمجرد الموقف اللي هو عمله، ولكن نزل برضه من النادي بتاعه حذروا تحذير شديد اللهجة، والكلام ده نزل على الصحف ونقدر نشوفه دلوقتي حالا، هنحطه لكم. ده كان موقف النني. في الحاجات الكبيرة اللي زي دي يا جماعة، مثلا عندنا مارادونا. مش ممكن يتنسي مارادونا لأنه كان عاشق لجيفارا، وبره الكورة النجم يا جماعة مش نجم، مش بس مجرد نجم عشان هو بيلعب كورة، لا، النجم بيفضل نجم. ياما ناس كتير لعبت كورة وبعد ما سابت الكورة واعتزلت خلاص اتنسي. في ناس بتتن محفورة في القلب، زي ما أعطينا مثال دلوقتي زي مارادونا، وزي ما بندي مثال دلوقتي بنقول محمد صلاح، لأنه ده راجل محبوب من الناس ومحبوب من الجماهير. أقل ما يمكن فعله إن هو ممكن يحط صورة أو تويتة أو منشور على صفحته يعبر بيه عن استيائه، بلاش نقول غضبه عشان بس محدش يقول إن إحنا بنفخم في الكلام أو بنكبر فيه شوية، عن ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين، وعن الاعتداء الغاشم. بلاش حتى يقول عن الاعتداء الغاشم من إسرائيل وقوات إسرائيل والكلام ده كله، ولكن ده شيء هيبقى بسيط يا محمد وهيرضي الناس. أنا مقدر موقفك، ربما أنت بتتعرض لحاجات تمنعك من إنك تعمل ده، وأنا والله عارف اللي جواك وعارف اللي في ضميرك، وأنت فخر العرب وهتظل فخر العرب وهتظل صورتك محفورة في قلوب الناس، ولكن إن كان في إمكانك ده، لأن السوشيال ميديا كلها خلاص أنت الترند النهاردة، أنت النهاردة وامبارح وممكن تبقى بكرة كمان الترند إن محمد صلاح غير متضامن مع القضية الفلسطينية. فأنا بس ده كان على السريع معلومة بحاول أوضحها ويا رب تصل لمحمد صلاح، ويا رب حضراتكم كمان تفهموا إن ممكن يكون في وجوه أخرى تمنع محمد صلاح من إن هو يعمل ده. وزي ما قلنا دي كانت حلقة على السريع، وتصبحوا على خير.